طبعا يا جماعه كلنا سمعنا عن قضيه المرج اللي كانت قلب السوشيال ميديا، وضحيتها احمد مجدي اللي راح ضحيه مراته اللي قتلته بعد 6 شهور بالظبط من الجواز، وكانت كمان حامل في الشهر الثالث. يا ترى ايه التفاصيل اللي حصلت بالظبط؟ ده اللي هنعرفه مع بعض النهارده. يلا بينا نبدا، بس قبل ما نبدا عايزك تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام وتذكر الله وتقول لا اله الا الله. انا محمود طارق وده برنامج الحكايه ببساطه. اللي في الصورة قدامك ده اسمه أحمد، عنده 24 سنة، من منطقة المرج، يتيم الأب والأم، وكان وحيد على 5 بنات. أحمد كان شغال على توك توك، شاب مجتهد جدا وطموح وكان بيسعى على رزقه. وفي يوم من الأيام واحدة جارتهم طلبت منه إن هو يوصلها عند أهلها، وفي اليوم ده شاف بنت اسمها هبة، ولما سأل جارته عليها قالت له إن هي بنت كويسة ومحترمة. ولما روح أحمد طلب من أخته شيماء إن هي تروح تتقدم لهبة علشان هو كان معجب بيها جدا وعايز يتجوزها. وبعد ما اخته شيماء بالفعل راحت لهبه في البيت، قالت لاحمد انه لازم يصرف نظر عن الموضوع ده نهائي، لان باختصار هبه مش شبههم نهائي، وان هي وهي موجوده عندهم كلمت امها بطريقه وحشه جدا، وكمان قالت لها الفاظ مش كويسه. ولكن احمد قال لها ان هم يتفقوا بس الاول ويجيبوا الذهب، وبعد كده هو هيصلي استخاره. فضل يشتغل كتير جدا وبقى عليه ديون كتير جدا واقساط علشان يقدر يتجوز، وبالفعل بيتجوزوا هما الاتنين وبيعيشوا مع بعض لمدة 6 شهور. وفي يوم من الايام احمد كان في حنة واحد صاحبه، روح البيت علشان يتغدى وبعد كده ينزل الحنة تاني. لما دخل البيت هبة كانت في المطبخ، ولما سمعته ندهت عليه وحصل ما بينهم خلاف كبير جدا. الخلاف تطور والخناقة كبرت لحد ما هبة دخلت المطبخ تاني وجابت سكينة وطعنتها في صدر احمد، وبعد كده شالت منه السكينة وقلبته على وشه على الارض. وبعد ما عملت عملتها نزلت لاخته بكل بساطة وقالت لها الحقي اخوكي مغمى عليه. لما اخته طلعت لقت اخوها مرمي على الارض ونايم، فبسرعة ندهت على حد من الجيران علشان يجي يساعدها ويشيلوا اخوها ويروحوا بيه على المستشفى. وبالفعل لما جارهم طلع وهو بيقلب اخوها من على وشه، اتفاجئ بنافورة دم كانت طالعة من جسمه، ولقى فتحة كبيرة جدا هنا في صدره. طبعا خدوه طلعوا على المستشفى، ولكن احمد للاسف كان توفى. بعد كده بيتم القبض على هبة، وفي الاول انكرت وقالت لهم ان هو وقع على السكينة على الارض، ولكن مع تضييق الخناق عليها اعترفت بالفعل ان هي قتلته لانه اتخانق معاها على الاكل، وانها ما كانتش قصدا ان هي تقتله. لما سألوا اخت احمد قالت ان هو ما كانش مجرد عريس، وان هو كان شقيان ليل بنهار علشان يقدر ان هو يكون نفسه ويجهز شقته. وبتكمل وبتقول ان اخوها كان حنين جدا على مراته، وانه كان دايما بيجيب لها كل حاجه في شقتها وبيجيب لها هدايا وبيجيب لها كل الاكل والشرب اللي هي محتاجاه، وعمره ما حرمها من حاجه بالرغم من انه هو كان يتيم الاب والام. وبيتضح من التحقيقات بعد كده ان هبه كانت عصبيه جدا، ومره من المرات حدفت احمد بجزمه الفرح اللي كانت محطوطه قدام باب الشقه وهو نازل من على السلم، لمجرد ان هو قال لها تشيلها من مكانها. ومع كل ده احمد كان كتوم جدا، ما كانش بيتكلم ولا بيحكي مع حد في اي حاجه، حتى اخواته ما كانش بيحكي لهم اي حاجه علشان ما يحملهمش الهم. ويوم الجريمه احمد طلع شقته وكان شايل معاه ازازتين زيت وهو طالع الشقه، وللاسف ما كانش يعرف ان هي دي نهايته، لدرجه ان واحده من اخوات احمد قالت ان هي شكت ان هبه كان معاها حد في الوقت ده في الشقه، حد يعني بمعنى راجل كان معاها، وان هي كانت بتخونه. ولكن لحد دلوقتي الله اعلم، والتحقيقات لسه شغاله وهي اللي هتثبت صحه الكلام ده من عدم. وطبعا في الاخر مفيش اي مبرر يخلي هبه تقدر ان هي تعمل كده، وطبعا كلنا بنطالب بتطبيق اقصى العقوبه على هبه علشان تبقى عبره لاي واحده زيها تفكر ان هي تعمل كده. ولحد هنا بيكون فيديو النهارده خلص، بشكركم جدا على المشاهده واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وقضيه جديده.